بسرعة ايدك ذاكر دلوقتي يا حبيبي، حاول ودي ودي مرة الطبق عشان تعملها. بتاعك بعد ما تخلص اكل. تعبت من تكرار نفس الطلبات لطفلك كل يوم؟ اغسل ايدك، اغسل سنانك بالفرشة، روح التواليت، البس هدومك، اعمل كذا واعمل كذا. تخيل لو في أداة تستخدمها تعمل اللي انت عايزه ده بدون مجهود وطاقة بتفرط على الفاضي. وهي دي فايدة الجداول المصورة، من أهم الحاجات اللي بنستخدمها في تحليل السلوك التطبيقي، وهي استراتيجيات أو استخدام الجداول المصورة اللي من خلالها نقدر نعمل تسلسل للأحداث أو تسلسل لفهم النشاط للطفل. الطفل بيبقى قدامه النشاط أو الهدف الأكبر ومتسلسل لأجزاء أو قطع أو حتت جنب بعضها عشان تكون لنا في النهاية حاجة الطفل أنا بهدف إنه يتعلمها أو يعملها بشكل متسلسل. بتريحني وتريح الطفل، والطفل بيبقى مبسوط وسعيد وعنده استعداد يعملها كل يوم، لأن الطفل هيبقى عنده استعداد إنه يعمل نفس النشاط اللي في الصورة. الجداول المصورة مش بس جدول وملزوق عليه شوية صور، أنا بعتبرها أداة سحرية لتطوير مهارات الطفل، لتعليم الطفل الروتين والتنظيم بشكل فعال جدا. هتخلي طفلك يعتمد على نفسه بدل ما يسأل السؤال 100 مرة وأعمل دي زي ماما وأعمل دي زي بابا. لا، أنا مجرد إن أنا بعمل جدول مصور حقق لي الخطوات المتتالية اللي أنا حاططها لك في الجدول في خلال صور متتالية. كل صورة أنت بتعملها بديك عليها نقطة أو بعمل لك عليها علامة صح، أو أنت بتلزق الجدول أو بتلزق الصورة على الشكل أو المكان الصحيح بتاعها، بما إنك نفذت النشاط أو عملت النشاط المتبع أو اللي أنت يعني كنت مرتبه له قبل كده. وبيزرع الثقة بالنفس لطفلك، بينظم وقته وبيخلي المجهود أقل منك أثناء الشرح المتكرر طول اليوم وطول الوقت وكل الأوقات اللي الطفل بيسأل فيها. وكمان بيحس إن هو بينجز وبيعمل حاجات هو بيحس ان هو بينجزها يوميا لان هو بيحقق اهداف. وتقدر تحط لطفلك بعد نهاية كل جدول بعد تحقيقه او بعد النشاط اللي هو بيحققه تباعا، تقدر تديله مكافأة او تعمل له تعزيز مناسب يناسب الحاجة اللي هو عملها. بيخلي الطفل يكرر السلوك مرة تانية وبيحس ان هو انجز شيء في حياته. جربوا الجداول المصورة مع أطفالكم وتنفيذها سهل جدا. اللي عنده استفسار بخصوص الجداول المصورة يسيبها لي في التعليقات، وأنا هحاول برضو أنزل لكم شكل الجداول بتتعمل إزاي، وسهل جدا بتتنفذ على أي برنامج من البرامج بتاعت زي مثلا كانفا. ممكن تعمله على برامج على الموبايل زي البيك آرت. ممكن تنزل جدول فارغ وتبدأ تلزق عليه الصور، تبدأ تطبع الصور بتاعت النشاط وتقسم النشاط لأنشطة صغننة أو تسلسل من الواحد مثلا لحد 10 أو من واحد لحد 15 حسب التسلسل اللي انت بتعمله. وبعد كل نشاط الطفل يبدأ يعلم ان هو عمله، وفي نهاية اكتمال النشاط تقدر تعزز الطفل او تديله المعزز المناسب عشان يبدأ يكرر نفس السلوك مرة تانية بكرة. هذا العلم واتخاذ ما يلزم منكم. كان معاكم احمد جمال، اخصائي التخاطب والفئات الخاصة. سلام.